السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم بريوش بعقدة اللوز وبالبرتقال، كيجي اكثر من رائع. كنتمنى تجربوه لوليداتكم في هاد العواشر، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنعتذر على الصوت ديالي. هنا غادي ندوز معكم مباشرة المكونات. هنا عندي 5 الكؤوس ديال الدقيق الابيض نوعيه جيده، وعندي العقده ديال اللوز اللي كانت عندي ديجا محضراها، ممكن تعوضوها باي حشوه بغيتو. عندي 2 بيضات، عندي نصف كاس ديال السكر، نصف كاس عفوا ديال البرتقال، ونصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال الزبده المذابه، رشه ملح. عندي غادي ناخذ خماره ونصف ديال الحلوى وساشي الفانيليا، وعندي معلقه كبيره ديال الخميرة الفورية. ممكن تعجنوه باليد ديالكم او ممكن ديروه في العجانة. كما كتلاحظوا غادي نوضع العناصر كاملة. هنا راه درت غير خمارة كما قلت لكم، ونصف ديال الحلوى، ما غاديش ندير 2 كاملين صافي. وغادي نوضع العناصر كما كتلاحظوا صافي. غادي نجمع العجين، هذا هو القوام ديالها. كتجي عجينه لينه، وغادي نضغط عليها شويه بالكف ديالي فوق سطح العمل. هنا راه ضغطت عليها صافي. هذا هو القوام ديالها. غادي ندوز نطلقها مباشره، ما غاديش نخليها تختمر، نخليها فقط تختمر مره واحده. هنا بعد ما عملتهم كويرات متساويين تقريبا، ما غاديش تفوتوا فيهم واحد 60 غرام تقريبا صافي. وغادي نطلقها، نرش بشويه ديال الدقيق، نستعن به باش ما تلصق لياش العجين لانها خفيفه. بعد ما حربلت او كورت اللوز كويرات، هنا درتهم كويرات انا كبار، بغيت نديرهم عامرين باللوز مزيان صافي. وكنربعها على شكل مربع، ومن بعد كنقص لها الجوانب باش ما تسحلش، وكنستمر بحال هكا. كنوضعهم في الطاوله اللي فرشت ليها بابي كويسو صافي. كنحاول نجيب التربيعه مقاده، وكنوضع في الوسط اللوز، ومن بعد كنربع صافي. وكنقرص ليها الجوانب. ممكن نتوما تعطوا الشكل اللي بغيتو، انا درتهم هكا على شكل رغيفات صافي. غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. كيجيو رائعين لذاذ خفاف بزاف صافي. غادي نستمر. هذا هو الشكل بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله. ضغطت عليهم شويه صافي. غادي نغطي عليهم ونخليهم يختمروا. بعد ما اختمروا غادي ندوز ندهن ليهم الوجه بالاصفر البيضه مع شويه ديال الحليب صافي. غادي ندهنهم كاملين مزيان من جوانب كامله. بعد ما دهنتهم غادي ندخلهم للفرن على عافيه متوسطه. غادي نشعل عليهم من الاسفل حتى يطيبوا، ومن بعد غادي نشعل ليهم على الوجه ديالهم باش يتحمروا، ونعاودو نطلاقاو. هنا بعد ما تحمر ليا البريوش، لاحظوا كي كيجي القوام ديالهم صافي. غادي ندهنهم بشويه ديال المربى، وغادي نزينهم بشويه ديال الكاوكاو كونكاسي. وكيبقى لكم كما تنقول دائما الاختيار للتزيين، كيبقى على حسب الرغبه صافي. هنا غادي ندوز نقدمهم في طبق التقديم. لاحظوا راه كيجيو رائعين محمرين من الفوق ومن التحت كما كتلاحظوا، وكيجيو رطيبين. غادي ندوز نقطع معكم وحيده تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. لاحظوا القوام ديالها كيجيو اكثر من رائعين. كنتمنى تجربوهم. ما تنساونيش من الاشتراك في القناه والضغط على الجرس. دمتم في رعايه الله.